السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء. حصري واستعجالي، الكاف تتخذ هذا القرار ضد الجزائر. لنتابع التفاصيل. عاد الحكم الغابوني إريك آتشو ليثير الجدل مجددا بعد تعيينه كحكم فيديو مساعد الفار في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ونادي نهضة البركان المغربي ضمن منافسات دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويذكر أن الحكم آتشو كان حاضرا في غرفة تقنية الفيديو خلال مباراتي الجزائر ضد أنغولا وبوركينا فاسو في بطولة كأس إفريقيا 2023، حيث واجه انتقادات واسعة من قبل الاتحاد الجزائري الفاف بقيادة وليد صادي، وذلك بسبب قراراته التحكيمية المثيرة للجدل. وبالتالي فإن تعيين آتشو لإدارة هذه المباراة الحاسمة في كأس الاتحاد الإفريقي بين نهضة البركان المغربي واتحاد الجزائر إذ يثير الحكم مخاوف كثيرة بشأن عدالة المباراة، ويخشى المشجعون الجزائريون من أن يؤثر الحكم سلبا على هذه المباراة على حساب اتحاد الجزائر.